يا محمد تعالى. لا يا بابا. روح هات ب5 جنيه عيش من السوق. حاضر. خد اهو بلاش اهو. حلو قوي. ارجع بقى السوق تاني هات لي بصل وتعالى. بقول لك ايه اصلا، ما تيجي نروح نقعد على قهوه؟ طب بص اروح انا عشان معيش فلوس الصراحه. ليه يا عم؟ تعالى انا عازمك ما تقلقش. تشربوا ايه يا باشا؟ هات لي واحد شاي. هات لي انا بقى كده لتر مانجا عليهم بولتين ايس كريم و2 اوريو. ايه ده قافل؟ ايه يا ابني انت رنيت بالغلط ولا ايه؟ لا انا قلت اوفر رصيد انا وتتصل بيا انت. ايوه يا اخوي. هو انت في شفه في دماغك يا اسطى؟ ليه بس في ايه؟ اصلك بصتني بدماغك. هو انت لسه ما بتعرفش تاكل من غير صوت؟ هو فين الصوت ده يا ابني؟ ما تبطل تكحيت يا عم وانت ماشي ناقص صداع. طب يا عم ما تزعقش. ده في ايه يا ابني؟ بقول لكم ايه، هو فعلا محمد صلاح خاين؟ ليه يا جدعان؟ هو لعيب كوره والمفروض اللي هو ملوش دعوه بالسياسه. طب ما في مشاهير كتير اجانب دعموا الناس التانية وهم ما لهمش دعوه بالسياسه، زي مثلا جاستن بيبر وزاروك وجي جي. ومايا خليفه. الفكره بس ان محمد صلاح خايف. وهيخاف من ايه يعني؟ يخافوا يمشوه من الفريق، يخاف متابعينه تقل، ابسط حاجه يخافوا يفسخوا مع عقود الدعايه. وبعدين في مشاهير كتير عرب ما خافوش ان هم ينزلوا، عندك مثلا بيج رامي، تامر حسني، وانا كلنا ما خفناش. طيب وايه الحل دلوقتي؟ تعالى وانا اقول لك ايه الحل. شير يا صلاح، شير يا صلاح، شير يا صلاح.